السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وزير الشؤون الخارجية يخاطب مؤتمر 77 والصين. تدشين سد حشيشاي. دعوة لتضافر الجهود لتأمين حقوق الأطفال. البحرية الأمريكية تعلن وفاة جنديين أثناء مصادرة أسلحة إيرانية. عشرات القتلى والمفقودين في انهيار أرضي جنوب غرب الصين. تحطم طائرة روسية خاصة فوق جبال أفغانستان. من العناوين إلى التفاصيل. خاطب وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح المؤتمر الثالث لمجموعة 77 والصين الذي التأم يومي 21 و22 من يناير في العاصمة اليوغندية كامبالا تحت شعار عدم ترك أحد يتخلف عن الركب. وقال السيد عثمان صالح أن انعقاد قمة الجنوب عقب قمة حركة عدم الانحياز توفر فرصة أخرى للتفكير بشكل أشمل وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز وتعميق التعاون الحقيقي والشراكة داخل الجنوب العالمي. وقال أن القمة الحالية تكتسب أهمية متزايدة نظرا للتحديات المترابطة التي تواجهها الدول الأعضاء والتي تطول تحقيق أهدافها التنموية وتشكل الأزمات العالمية المتشابكة والحروب غير المبررة والتوترات الجيوسياسية والكوارث المناخية وأوبئة الصحة العامة وغيرها. وأوضح بأن إريتريا باعتبارها دولة خرجت من حرب شاقة استمرت 30 عاما من أجل الاستقلال مع الصراعات الحدودية المدمرة اللاحقة والعقوبات الظالمة وغير العادلة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستمرار التدابير القصرية للإنفرادية، فقد تم إعاقة مساعيها التنموية بشكل خطير في تحقيق التطلعات المرجوة. ومع ذلك فإن صمود شعبنا دفع البلاد إلى مضاعفة جهودها في إعادة تأهيل الاقتصاد المدمر من خلال استراتيجية إنمائية ترتكز على سياسة العدالة الاجتماعية والشراكة مع التركيز على القطاعات الرئيسية المطلوبة لتحفيز النمو مثل البنى التحتية والضمان الاستدامة. ووضعت الحكومة خططا استراتيجية قطاعية وصناعية كما تم تنفيذ التعبئة اللازمة للموارد واتخاذ تدابير التنفيذ في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة والمياه والطاقة والنقل. وقال أن مساعي التنمية الوطنية للدول الأعضاء يتم إعاقتها من خلال تطبيق تدابير قصرية أحادية الجانب لأغراض سياسية من قبل قوى قليلة للغاية، وهذا يتعارض مع أشعار عدم ترك أحد يتخلف عن الركبة، مشيرا إلى أن البلدان المستهدفة بمثل هذه الأعمال غير القانونية تعاني بشكل استثنائي بالإضافة إلى التحديات الأساسية القائمة، ولا بد من إنهاء هذه التدابير على الفور، ويتطلب الأمر التضامن القوي من جانب كافة الدول الأعضاء لتحقيق هذه الغاية. علاوة على ذلك يجب إصلاح الهيكل المالي الدولي الحالي غير المتوازن وغير العادل حتى يستجيب بفاعلية لاحتياجات البلدان النامية. وذكر الوزير عثمان صالح أن حل الأزمات العالمية المتشابكة يتطلب التعاون الصادق والتضامن داخل مجموعة 77 والصين وأعضاء الأمم المتحدة على نطاق أوسع، ويتعين على مجموعة 77 والصين أن تعمل على تنسيق الإجراءات وتعزيز تنسيق الموارد لضمان التنمية المستدامة ومعالجة المظالم القائمة لضمان عدم تخلف أحد عن الركبة. وحول الحرب على الشعب الفلسطيني ومؤسساته قال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح أشدد بقوة على أن الحرب التي شنت على السكان المدنيين الفلسطينيين وعلى المؤسسات العامة الفلسطينية يجب أن تتوقف فورا، كما ينبغي احترام حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته غير القابلة للتصرف احتراما كاملا، موضحا أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق طبيعي وقانوني لا يجوز المساس به في أي وقت، وأن الفلسطينيين مثل الإسرائيليين وأي شعب آخر في العالم يستحقون العيش في سلام وهدوء ولا يمكن تركهم
للاستعباد. دشن في 21 من يناير السد المشيد في ضاحية حشيشاي في مديرية حقات بتعاون وزارة الزراعة وقوات الدفاع بسعة أكثر من 80,000 متر مكعب. وأعرب مدير ضاحية حشيشاي السيد محمد موسى عن أمله لمساهمة السد في توفير مياه الشرب والري، وشكر أعضاء قوات الدفاع المشاركين في العمل. وقال قائد الفرقة العسكرية 57 المقدم ميكائيل ولداب إن قوات الدفاع أثبتت أنها قوات التنمية بالعمل في برامج التنمية في أماكن تواجدها، مشيدا بالتنسيق بين الجهات الحكومية لتشييد السد. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى لإصلاح مساقط المياه لحماية السد المشيد لحل مصاعب السكان من الطمي. وشهدت مناسبة تدشين حفل غداء وبرامج ترفيهية. دعا مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة في الاجتماع التقييمي الذي عقده يوم 19 من يناير إلى بذل المزيد من الجهد لضمان حقوق الأطفال والقضاء على العادات الضارة. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد جابر أن من المهم دراسة الجوانب السلبية والإيجابية والانطلاق لعمل جديد بروح جديدة. وأفاد التقرير المقدم عن صرف أكثر من 5 ملايين نقفة للعلاج والإعانة الشهرية لمعاقي الحرب، ونحو 24 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء. وأشار إلى توزيع 45 ألف نقفة تبرع بها موظفو المؤسسات الحكومية على 9 عائلات في مديريات حقات وحمل مالو والتكليزان، إلى جانب تأهيل 6 أسر بالماشية. وذكر التقرير المقدم من وحدة العمل تنفيذ أعمال مرضية في خدمات التوظيف وعلاقات العمل والقيام بعمليات مراقبة في 410 منشأة في 7 مديريات. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد إمها كيداني وجود خطة لتعزيز التدريب المهني وتأهيل المحتاجين. من جانبه أشاد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسبة العقيد تسفاسيان قرماي بجهود المبذولة للقضاء على الممارسات الضارة، وأنه يتطلب العمل اليقظ لتعزيز العلاقات مع الشركاء للسيطرة على الظواهر العرضية. واقترح المشاركون القيام بالتدقيق ومراجعة جيدة لدعم الإعانة المقدمة لأسر الشهداء والبحث في طرق سداد القروض وتقديم دعم لأسر الشهداء الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في الوقت المناسب. أعلن قسم القانون والنظام في الإقليم الأوسط القيام بعمل مشجع في ضبط مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح مسؤول القسم العقيد تسفى ميكائيل تسفاتين في مقابلة مع وكالة إيرنا أهداف القسم لعام 2023 في السيطرة على أنشطة مقدمي الخدمات والتجارة غير القانونية والبناء، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والوقاية من الحرائق. وأفاد تقريم 62 دارا موسيقية ثبت أنها تحمل أفلاما غير أخلاقية بمبلغ 10,000 نقفة لكل منها، والإغلاق لمدة شهر واحد. وتغريم 52 متجرا بمبلغ إجمالي قدره 888 ألف نقفة بسبب الزيادة غير المعقولة في أسعار الحبوب. بالإضافة إلى ذلك تم تغريم 181 مؤسسة لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية بمبلغ 485 ألف نقفة. كما تم تغريم 6 مؤسسات بمبلغ 60 ألف نقفة وإغلاقها لمدة شهر لضبطها بذبح وبيع اللحوم، بينما غرمت 8 مؤسسات بمبلغ 33 ألف نقفة لرفع الأسعار. وأضاف العقيد تسفى ميكائيل معاقبة 151 مخبزا بسبب نقص الموازين، و6 منها لعدم الكفاءة بمبلغ 10,000 نقفة لكل منها، في حين تم إغلاق 41 مؤسسة لمدة تتراوح بين شهر و4 أشهر لبيع المواد خارج الموقع المسموح به وإغلاق الأرصفة والأماكن العامة. وكذلك تغريم من وجدوا يقومون ببناء وإصلاح منازل دون تصريح
صيانة. في غضون ذلك تم بيع حوالي 15 كنتال من الأكياس البلاستيكية المضغوطة في المتاجر والتي تشكل خطرا على الصحة العامة والحيوانية لإعادة تدويرها وبيعها. وحول الحرائق التي اندلعت في العام 2023 وعواقبها، قال العقيد ميكيل: لم تقع ضرر في الأرواح، لكن ممتلكات تضررت بقيمة تفوق 186 ألف نقفة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد 10 أيام من البحث المكثف، أعلن الجيش الأمريكي عدم تمكنه من العثور على جنديين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية فقدا في خليج عدن أثناء مصادرة أسلحة إيرانية، واعتبرهم في أعداد المتوفين. وفقد البحاران في بحر العرب قبل أسبوعين أثناء استيلاء الجيش الأمريكي على قارب شراعي ادعى أنه كان يحمل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين في اليمن. ونفذت الولايات المتحدة مجموعة من الضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي عطلت التجارة العالمية وأثارت مخاوف عالمية. ذكرت قناة حكومية صينية أن انهيارا أرضيا وقع في إقليم أونيان الجبلي بجنوب غرب الصين، وأسفر عن دفن 47 شخصا، فيما تم إجلاء ما لا يقل عن 200 شخص. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شنهوا بأنه تم إرسال أكثر من 200 من رجال إطفاء مع 33 مركبة إطفاء و10 آلات لرفع تمشيط الحطام والبحث عن المفقودين بعد وقوع الكارثة. وجرت عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر. وتصير اللقطات المصورة عمال الإنقاذ أثناء بحثهم عن الضحايا المدفونين تحت 18 منزلا. ولم يتضح بعد الأسباب الانهيار الأرضي الذي جاء بعد وقت قصير من وقوع أقوى زلزال شهدته الصين منذ سنوات في شمال غرب البلاد بين إقليمي قانسو وشنغهاي، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا. أعلنت السلطات الروسية نجاة 4 ركاب من حادث تحطم طائرة روسية خاصة على متنها 8 ركاب في منطقة جبلية نائية شمال شرق أفغانستان، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث. وجاء في بيان لوكالة روسا فياتيسيا لمراقبة الملاحة الجوية نقلا عن دبلوماسيين روس أنه يجرى الآن التأكد من مصير 2 آخرين كانا على متن الطائرة. وقال مسؤولان من حركة طالبان في إقليم بطشان بشمال أفغانستان أن شخصين توفيا في الحادث في حين نجا 4 آخرون. وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أن قائد الطائرة كان من بين الناجين ال4، مشيرا إلى أن فريق التحقيق التابع لهم يواصل جهوده للبحث عن الشخصين الباقيين وتقديم المساعدة لهم. ووقع الحادث في منطقة جبلية ترتفع قممها على أكثر من 7000 متر، ويصعب الوصول إليها، وهي على مسافة نحو 8 ساعات برا من عاصمة ولاية فايز أباد بحسب مسؤول محلي أفغاني. تجتاح العاصفة إيشا بريطانيا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية بتعطل شبكة السكك الحديدية وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وأصدر مكتب الأرصاد الجوي تحذيرا من الدرجة الصفراء حول هبوب رياح قوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، منبها عن احتمال حدوث إعصار في إيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا. وتضررت عدة مناطق في المملكة المتحدة عقب تعرضها لسلسلة من العواصف التي ألحقت أضرارا بالأشجار وأدت إلى انقطاع في التيار الكهربائي. ويشار إلى أن إيشيا هي العاصفة التاسعة
التي تضرب المملكة المتحدة منذ سبتمبر. تذكير بالعناوين مرة أخرى. وزير الشؤون الخارجية يخاطب مؤتمر 77 والصين. تدشين سد حشيشاي. دعوة لتضافر الجهود لتأمين حقوق الأطفال. البحرية الأمريكية تعلن وفاة جنديين أثناء مصادرة أسلحة إيرانية. عشرات القتلى والمفقودين في انهيار أرضي جنوب غرب الصين. تحطم طائرة روسية خاصة فوق جبال أفغانستان. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.